تظن سامع الصوت ده، لا ده مش صوت عصافير، احنا في مكان مليان اسرار واساطير، مغامرة من نوع مختلف تماما، اضاءة خفيفة وممرات ضيقة وصوت غريب هيخليك تدور هو جاي منين. رحلة وسط الضلمة وجوه مكان الخفافيش عملته بيت ليها، السقف اللي شكله جميل ده واللي شبه الشعاب المرجانية مليان بالخفافيش في كل ركن وزاوية. رحلتنا جوه الجبلاية عشان نكتشفها من جوه، ووسط كل الرعب ده هنحكي عن أسطورة الحب اللي بسببها المكان ده اتعمل. فلو انت بتحب الأماكن الغريبة المليانة تفاصيل مستخبية فانت في المكان الصح، وخليك معايا لآخر الفيديو. فلو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا أول بأول. يلا بينا بسرعة نبدأ جولتنا ورحلتنا النهاردة. رحلتنا اللي رايحين فيها حديقة جبلاية الأسماك بدأت من هنا، من شارع الجبلاية واللي اسمه الرسمي حاليا شارع أم كلثوم. احنا موجودين في جزيرة الزمالك البديع، ولو كملنا الشارع هنا على طول هنوصل لكوبري الجلاء. احنا في جزء من محافظة القاهرة، وعلى شمالنا هنا عمارة ليبون الشهيرة جدا هنا واللي سيكن فيها عدد كبير من المشاهير. بعدها على طول وعلى شمالنا شارع بهاء الدين قراقوش واللي كان ساكن فيه العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في شقة بتطل مباشرة على مسار رحلتنا مع بعض. كمية تشجير ضخمة دايما هتلاقوها في الزمالك في معظم شوارعه. وهنا بيكون على يميننا نادي حرس الحدود في الزمالك اللي على النيل، وبعديها على طول على اليمين حديقة العبور. واحنا كده وصلنا لحديقة الأسماك على شمالنا. هننزل من العربية وندخل نزور الجنينة، وأقرب محطة مترو للوصول لهنا لو مش معاك عربية محطة صفاء حجازي مترو أنفاق الخط الثالث. هتنزل شارع البرازيل وتتمشى شوية صغيرين لهنا بإذن الله. قدامنا المدخل الخاص بحديقة جبلاية الأسماك جوه شارع الجبلاية، ودي حديقة العبور اللي على شمالنا. ومن هنا بنشوف شكل الحديقة، حتى لو من ورا السور تستمتع بالتمشية جوه شوارع الزمالك وتستمتع بالشجر والجو الممتع. ودي تذكرة دخول الحديقة اللي تمنها قليل جدا، 5 جنيه فقط لزيارة كل هذا الجمال. في بداية دخولك لأعماق الحديقة موجود مكان صغير كده محطوط فيه سلحفتين كبار، مسموح للأطفال إن هم يأكلوهم ويتصوروا جنبهم. احنا عارفين إن السلاحف عمرها بيكون طويل، ممكن يكون عمر السلحفتين دول أكتر من 20 سنة. اتفرجوا بقى على جمال الجنينة، واللي رغم ان سعر الدخول ليها قليل لكنها نظيفة ومنظمة، وفيها بعض القعدات البسيطة جنب البحيرة او البركة الصغيرة ممكن تقعد فيها وتطلب بعض المشروبات. كمان في بداية زيارتك للجنينة بتلاقي كوبري خشب بيعديك البحيرة أو البركة، محتاج اهتمام أكبر طبعا، لكن برضو الكوبري ممكن تتصور عليه صور كويسة جدا. حواليه بيكون موجود القعدات اللي قلت لحضراتكم عليها، وبيكون في البركة بعض الأسماك البسيطة للأطفال بيرموا فيها عيش وبيطلع السمك عشان ياكلوه. زي ما حضراتكم شايفين معايا بنشوف النمط الغريب اللي معمولة منه الجنينة، واللي عملها الخديوي اسماعيل في الموقع المميز هنا عشان تكون أجمل هدية لحبيبته الإمبراطورة الفرنسية أوجوني ملكة فرنسا وقتها. الحديقة دي موجودة من سنة 1867. يعني شوفوا بقى، طول ما انت ماشي هتلاقي نفسك وسط كهوف عجيبة وتصميم بديع. وتعتبر الجنينة هنا أفضل حديقة اتعملت في عصر الخديوي. المادة اللي معمول منها الأشكال دي هي الطين الأسوانلي المخلوط بمادة اسمها الأسروميل مع الرمل الأحمر، بيضاف ليهم الطوب المصنوع من الطين الأسوانلي والمواد اللي بتكون صلبة وبتدعم كل اللي قلناه. كان الهدف عمل تكوينات معمارية على شكل خياشيم الأسماك، وتبقى الجبلاية على شكل السمكة. وسط الجنينة بتلاقي سلالم كتير في كل حتة بتطلع عليها عشان تشوف المنظر البديع من فوق، واللي بيكشف شكل الجنينة وشكل المنطقة المحيطة بيها. دهاليز ودروب عجيبة هتخلي زيارتك للحديقة مميزة فعلا ومش مألوفة. وده اللي شجعني أعمل ليكم الفيديو ده، لأن في ناس كتير ما جاتش هنا قبل كده. ووسط الجمال ده بتلاقي قعدات حلوة كتير جوه الجنينة في أي حتة تحبها سواء فوق أو تحت. والجنينة بتفتح من الساعة 9 الصبح ل5 العصر. وهنا الجنينة ممكن تقول عليها حديقة الأسماك أو حديقة الجبلاية.
لسه بنتمشى مع بعض جوه الحديقة وشايفين الممرات والتجاويف واللي تحس معاها انك جوه شعاب مرجانية. والتصميم البديع والجميل ده شجع مخرجين السينما انهم يصوروا عدد كبير من الاعمال الفنية هنا، زي فيلم موعد غرام والسبع بنات وعش الغرام والقلب له احكام. احنا لسه مع بعض جوه حديقة الاسماك في الزمالك. لو لسه موجود معايا في الفيديو اتمنى انك تعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. الموضوع هنا مش بس مناظر طبيعية وخضرة وأشجار وأحجار وجبلية، لكنك فعليا بتدخل جوه الكهوف وبتحس انك داخل جوه مغارة. وفعلا لما هتدخل جوه هتحس انك تايه جواها. المكان هنا هو اللي موجود فيه أحواض السمك واللي كان فيها سمك حي لفترة طويلة من الزمن، وكان فيها مية وكان فيها إضاءة وكانت في منتهى الجمال. شايفين الإبداع الرهيب في التصميم وشكل الأسقف اللي موجود هنا. ولكن اسمعوا بس الصوت ده كده. الصوت اللي سمعناه ده صوت الخفافيش واللي ساكنة هنا في أسقف الكهف في مشهد بيكسر كل قواعد الواقع. الخفافيش خلت المكان هنا بيت ليها رغم ان الخفاش بيحب الظلام والهدوء، لكنها هنا اتكيفت مع الواقع واستمرت عايشة في قلب واحدة من الأماكن الحيوية واللي كلها دوشة في قلب القاهرة. لما هتدخل هنا هتقول انك مش ممكن تكون في الزمالك اللي تعرفها. الريحة والصوت والضلمة شيء فعلا مختلف وأحيانا بيكون مرعب. الخفافيش هنا مش واحد ولا اتنين، دول عشرات ممكن يكونوا مئات. بتنام الصبح وتصحى بالليل، هتحس انها بتتفرج عليك وانت بتتفرج عليها. طبعا الصوت بيكون مخيف شوية لكنها مسالمة وما بتهاجمش حد، وعشان كده انت هتعيش هنا تجربة مختلفة جدا ولكنها بتكون تجربة امان. وسط الأسقف دي ووسط الخفافيش اللي كنت لسه بقول لحضراتكم عليها بنشوف بقى اسم الحديقة الحقيقي وهي حديقة الأسماك. طبعا زي ما قلنا الأحواض دي كانت مليانة بالمية وكان فيها أسماك متنوعة كتير جدا، ولكن مع مر الزمن والوقت حصل بعض الإهمال وبقت عملية الصيانة والاهتمام بالسمك بقت مكلفة. وكمان كانوا خايفين من تسرب مية الأحواض دي على الجبلاية وتأثر عليها. وطبعا عموما الصيانة كانت هترفع جدا من ثمن التذكرة، وعشان كده استعاضوا عن السمك الحي بمجموعة من الأسماك المحنطة واللي حطوها في الأحواض دي. بصراحة خسارة كبيرة، واللي يفتكر وزار الحديقة دي زمان كان هيفتكر شكلها والمنظر البديع للسمك هنا واللي كان مالي الأحواض في طرقات الجنينة.
مغارة جوه مغارة وكهف جوه كهف وتجربة أدعوك تجربها وبسعر ولا في الخيال. التمشية هنا وسط الكهوف دي مغامرة مش هيفسدها إلا حزنك على الحوائط اللي الحبيبة كتبوا عليها أساميهم زي ما بنشوف مع بعض. ومن هنا أنت تقدر تخرج لبره الكهف، لكننا هنكمل مع بعض رحلتنا. شوف بقى محاولة لمحاكاة أعماق البحار لكنها بائسة جدا، وحتى ما سابوش إزاز الأحواض في حاله وكتبوا اس بيحب دبليو، يعني ممكن تكون سالي بتحب وليد أو وليد بيحب سالي. عموما احنا لسه جوه حديقة الأسماك وموجودين في الزمالك وفي قلب القاهرة، في فسحة الناس الرايقة ومزار سياحي ومناظر خلابة وأشجار نادرة وتجربة مثيرة هتعيشها هنا في الجنينة. بنشوف مع بعض اهو الاحواض اللي كانت في يوم من الايام براقه كده ومليانه بالاسماك الملونه الحيه، ولكن دوام الحال من المحال. لسه موجودين في حديقه الاسماك في الزمالك. لو لسه موجود معايا في الفيديو اتمنى انك تعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. منى الجنينة دي وراه قصة حب عجيبة، لأن الخديوي إسماعيل عمل الجنينة على النيل عشان تبقى أجمل هدية لحبيبته الإمبراطورة أوجوني. فعلا الجنينة هنا مرتبطة بأجواء الحب والرومانسية، والحكاية بدأت لما كان الخديوي إسماعيل بيدرس في فرنسا. كان فيه قصة حب بينه وبين أوجوني قبل ما يكون خديوي وقبل ما تكون هي ملكة. مرت السنين اتولى الخديوي إسماعيل حكم مصر، والإمبراطورة أوجوني اتجوزت نابليون الثالث. الخديوي اسماعيل دعاها عشان تحضر حفل افتتاح قناة السويس، وجاب مدير الحدائق العامة في فرنسا عشان يصمم جنينة مميزة في العالم. وفعلا اتعملت الجنينة هنا، وما اكتفاش الخديوي بده لكنه عمل كمان قصر فخم اللي هو سراي الجزيرة، واللي بقى فندق الماريوت حاليا في نفس الوقت وموجود في الزمالك برضو. قصر بناه عشان تقيم فيه الإمبراطورة وعشان يستقبل فيه الضيوف البارزين في حفل الافتتاح. يعني حكايات ليها العجب فعلا، لكننا بنشوف واحدة من أجمل جناين العالم مش مصر بس. ويا سلام على الحب وعمايله. تجاويف كتيرة جدا هتلاقيها في كل حتة نظرك يروح ليها وانت بتتمشى جوه الحديقة. تحفة فنية منحوتة جوه الزمالك، واللي مليانة كمان بعدد كبير من الجناين التانية زي حديقة الحرية وحديقة الزهرية والعبور والأندلس. وكمان الأشجار اللي هنا جت من استراليا وتايلاند ومدغشقر وغيرها من الدول. الحديقة مدرجة ضمن الآثار التابعة للمجلس الأعلى للآثار، وهي تستحق فعلا. هقول لك ايه
موجود هنا جوه الجنينة صوب كده فيها أحواض محطوط فيها شوية أسماك عشان يبقى شفت برضو سمك في رحلتك. لكن طبعا شكله واضح إنه مفيش اهتمام خالص تقريبا بيه. لكن عموما زي ما شفنا فالمنظر والقعدة الخارجية هتغنيك عن السمك، وكمان زيارة المغارات والكهوف هتكون تجربة ما تتكررش. اعتقد ان زيارة الحديقة هنا في الشتاء والجلوس تحت شمس الشتاء الدافية هيكون ممتع جدا، وكمان في الصيف ممكن تستمتع بالجلوس تحت ظل الاشجار المنتشرة هنا في الحديقة. ده شارع العزيز عثمان اللي قدامنا المتفرع من شارع بهاء الدين قراقوش، واحد من الشوارع المحيطة بالحديقة زيه زي شارع أم كلثوم وشارع حسن صبري. أعتقد حديقة مميزة بالنسبة لسعرها، وسط المسطحات الخضراء اللي فيها عدد من الأشجار النادرة واللي جت من غابات الدول اللي قلناها. موجود أشجار الصنوبر والتين البنغالي والنخيل الملكي والكازولينا، واللي اتزرعت من بداية عمل الجنينة يعني من أكتر من 150 سنة. كل شجرة من الأشجار النادرة هتلاقوا مكتوب عليها البيانات الخاصة بيها. وسط المسطحات الخضراء بتلاقي ممرات للتمشية، وبتلاقي فيه جزء من الممرات دي بيكون مفروش بنوع من الزلط النادر الملون. بتلاقي اهو النخيل اللي مالي المكان هنا. وبعض الأسر المصرية ومعاهم أولادهم الصغيرين قرروا إن هم يجوا يقضوا يوم جوه حديقة الأسماك في الزمالك وفي القاهرة وفي مصر المحروسة. بس بنتمشى مع بعض في دروب ودهاليز حديقة الأسماك. وقبل ما نسيب الجنينة تعالوا بقى نتمشى شوية جوه التجاويف دي، واسيبكم تتخيلوا شعوركم الحقيقي وانتوا بتتمشوا فيها. تعالوا نعمل مع بعض التجربة والمتعة في مكان مش بعيد خالص عن اي حد مننا. تعالى يا علي قول يا بابا. خلاص احنا خارجين بقى بره الكهوف والمغارات اللي زرناها مع بعض، وخلاص رحلتنا قربت تنتهي مع بعض في مكان ممتع جدا وتقدر تزوره. وزي ما قلت لحضراتكم سعر زيارته رخيص جدا. ادي الزلط النادر الملون اللي كنت بقول لحضراتكم عليه، ومعمول منه نافوره اهي موجوده جوه حديقه الاسماك. وادي الارضيه اهي برضو من الزلط اللي قلت لحضراتكم عليه. وخلاص بقى احنا خارجين قدامنا البوابه الرئيسيه للخروج. واتمنى رحلتي معاكم تكون عجبتكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.